تجري فعاليات الصالون الوطني لمشتقات النخيل والهدايا التذكارية في الفترة ممتدة من 23 ديسمبر 2023 إلى غاية 6 جانفي 2024. هذا الصالون الذي نظم بدار الصناعة التقليدية أين يضم أكثر من 140 حرفي من 25 ولاية، أي كل الحرفيين الناشطين في مجال مشتقات التمور، مشتقات النخيل، الهدايا التذكارية، النحاسيات، المجوهرات، الحلي، الجلود، كذلك كل ما هو حلويات تقليدية عصرية، كذلك فيه فضاء للألعاب والتسلية على مستوى دار الصناعة التقليدية، فيه أكلات تقليدية، في كذلك كل ما هو لباس تقليدي، فيه صناعة الخشب، في صناعة كذلك الحلي من الفضة. فهي فرصة مناسبة بالنسبة لكل الوافدين إلى ولاية بسكرة من مختلف ولايات الوطن، لا سيما السياح، العائلات، وكذلك حتى الجالية الوطنية بالمهجر الذين يتواجدون هنا بالجزائر لأجل التعرف على تقاليدنا، التعرف على مختلف الحرف، كذلك اقتناء مختلف المنتجات من المصدر من الحرف مباشرة. فيه تنوع كبير، فيه كل النشاطات الخاصة بالصناعة التقليدية، خاصة أنها كذلك هي فرصة لإعطاء الصورة الحسنة للسياحة، لموسم السياحة الصحراوية. فغرفة الصناعة التقليدية والحرف لولاية بسكرة ترحب بجمهورها الكريم من داخل الولاية ومن خارج الولاية لزيارة هذا الصالون الذي يفتتح كل أيام الأسبوع بما فيه الجمعة والسبت من الساعة 8 إلى غاية 7 مساء. مرحبا بكم، إن شاء الله تجدون أحسن الاستقبال.